وكهربا راح بس الفانيلا وراح للجمهور، والجمهور قعد يقول كهربا يا كهربا، ومجلس الاداره كهربا لعب، والجمهور الاهلي اوعى كهربا لعب. طب الله، طب انا ببوس الفانيلا بتاعت الاهلي وجمهور الاهلي بيغني الكهربا ومجلس الاداره فرحان ان كهربا لعب، ما تدفع الفلوس لكهربا. لا مش هندفع. في مشكله؟ ولا هو انتصار من غير فلوس؟ انتصار من غير فلوس. احنا كده بره عنك. ايه اللي حرقك؟ مالك كده يعني تعبان ليه؟ في ايه بالظبط؟ عادي يعني، ما في قضيه وبتاع وما يتحكم لكم فيها نهائي، نبقى ندفع وبعدين هندفع بمزاجنا في الوقت اللي يريحنا. انت عايز فلوس يعني مزنوق؟ مالكش فيه. احنا هندفع في الوقت اللي احنا عايزه، كهرباء يدفع، النادي الاهلي يدفع بمزاجنا، واحده واحده. مش هنديكوا الفلوس اللي نفسكوا فيها. خليكوا انتوا بقى وهندفعها في المحكمه. شوف انتوا كنتوا ناصبين على كام لاعب. لو عايز يمكن يسترزقوا من فلوس كهرباء بكيفنا. انت كهربا جامد، وكهربا عمل 2 اسيست وجاب جون، ده كهربا ده صفقه جامده جدا. طب بدل ما تدفع لمحمد كريستو مليون و300 الف دولار لعيب مواليد 2003 ما يفرقش عن مصطفى سعد ولا زياد طارق اللي كان عندك، ولا تروح تدفع لك عادل القيعي يقول لك هندفع مبلغ رهيب في اللعيب الاجنبي اللي جاي، ما تدفع في كهربا يا سيدي. ما كهربا صفقه حلوه اهي، صفقه بتجيب لك اجوان وبتعمل لك اسيست، ما تدفعش ليه؟ لا انا عايز انتصر من غير ما ادفع فلوس. طب كهربا بقى له سنه ما لعبش، مش مهم، المهم لعب. طب كهربا على فكره قدامه 6 ايام، بكره اخر يوم دي عشان يرد على الاتحاد الدولي وما دفعش ليه، مش مهم. طب كهربا عنده يوم 2 فبراير لجنه الانضباط، ممكن تتاخذ عليه حكم تاني، مش مهم. طب كهربا ممكن يلعب لشهر 9، طب لو لعب لشهر 9 وانت ما تدفعش الفلوس، مش مهم، يروح في 60,000 سلامه. واحنا من امتى بنسال الاسئله دي يا كلاوي؟ سبحان الله. ايه ده؟ مش في قضيه، في قضاء، تمام. اما القضيه تتحسن ان شاء الله نبقى ندفع في الوقت المناسب ان شاء الله مولى عز وجل. او زي ما قلت لك كده، يعني في لعيبه يمكن تسترزق من فلوس كهرباء، لعيبه ممكن تسترزق من فلوس كهرباء، لكن احنا نخلي كهرباء يقف وبتاع ان شاء الله مش هنبيعه ولا هنسيبه ولا. كمل. وكهربا عمل 2 اسيست وجاب جون، ده كهربا ده صفقه جامده جدا. طب بدل ما تدفع لمحمد كريستو مليون و300 الف دولار لعيب مواليد 2003 ما يفرقش عن مصطفى سعد ولا زياد طارق اللي كان عندك، ولا تروح تدفع لك عادل القيعي يقول لك هندفع مبلغ رهيب في اللعيب الاجنبي اللي جاي، ما تدفع في كهربا يا سيدي. ما كهربا صفقه حلوه اهي، صفقه بتجيب لك اجوان وبتعمل لك اسيست، ما تدفعش ليه؟ بره عنك، نجيب الصفقات اللي احنا عايزينها. انت مالك؟ خليك في صفقاتك، والناس اللي بتفسخ بعد كده صفقات خليك في حالك يا عم. مش عارف شغل نفسك ليه بقيه اللعيبه؟ شغل نفسك بكهرباء بس. كهرباء لعيب حلو بيجيب وندفع يا عم، احنا مالكش فيه، احنا مبسوطين والواد نزل وبص كسر الدنيا. بره عنك. الفلوس في محاكم وفي قواضي، وقت ما يترس الامر كده والامور تبقى تمام نبقى ندفع تاني. بقول لك يمكن في لعيبه من اللي اتنصب عليها من ممدوح عباس ممكن تسترزق من غرامه كهرباء. بره عنك. ايه ده انتوا معاكم 2.5 مليار الميزانيه بتاعتكم ورعاه وكل يوم راعي وبتاع، وتروح تجيب مع لعيب اجنبي ولعيب تونسي ولعيب مصري، فلوس حلوه وخمس فروع وبتاع، ما تدفع لكهرباء. لما لو حسد 5 فروع، هم 5 فروع، اعوذ بالله. ايه الناس دي؟ الناس دي بصلنا قوي ليه كده؟ ايه مرتضى منصور، انت هتقسط غصب عنك، هتقسط فلوس كهرباء غصب عنك. حرام يا اخي، كهرباء ده لعيب كوره، قسط له يا مرتضى، يا مرتضى قسط له الفلوس. الناس بتطلب من مرتضى منصور مع حفظ الالقاب طبعا رئيس النادي، بيقول له مرتضى والنبي بعد اذنك قسط الفلوس لكهرباء عشان يلعب في الاهلي. طب ما تقسط يا اهلي لكهرباء عشان يلعب عنك. يعني حاجه غريبه قوي. طب ما تدي الفلوس لكهرباء واعملها له انت القسط. يعني انت عايز تقسط لكهرباء مثلا، مستشار مرتضى منصور يقسط لكهرباء ليه؟ هو ابن خالتك؟ يعني يقسط لكهرباء ليه؟ مصلحه الزمالك هياخد 80 مليون جنيه عشان يلعب في الاهلي؟ يعني انا بقسط في واحد خني وهرب مني وراح يلعب في النادي المنافس واتعمل له كوبري وافلام فقسط له عشان يلعب عندك؟ طب ما انت لو انت بتحبه ما تقسط له انت. حاجه غريبه قوي. مين طلب؟ ايه؟ هو مين طلب؟ والله حاجه غريبه قوي، في اغرب منك قسما بالله. مين طلب يا بابا؟ هو مين طلب من مرتضى منصور؟ اعلاميين يعني؟ جماهير بتقعد مثلا ماشي على الفيسبوك كده وبتقرا التعليقات المكتوبه مثلا؟ ولا مين يا حبيبي؟ يعني النادي الاهلي ادارته طلبت من مرتضى انه تقسط؟ هل قناه النادي الاهلي
طلعت قالت يا مرتضى اللعيب هيضيع قسط له؟ احنا بينا وبين بعض قضاء، او بيننا وبين اللاعب، يعني بينك وبين اللاعب، واحنا اللاعب لاعب النادي الاهلي مش هنبيعه ولا هنسيبه، هنحاول نشوف حقوقه ايه ووضعه ايه وازاي الفلوس هتدفع. مين بقى اللي بيطلب؟ انت يعني بتتخيل منين حضرتك ان حد طلب من مرتضى ان هو يقسط له عشان اللعيب يا عيني ما اعرفش خرقت ايه على مين؟ الدبله، الدبله مولعه بامانه، الدبله مولعه. ما بقول لك الكهرباء بتاثر على الفضه او الفضه بتوصل كهرباء او الكهرباء ما بتوصلش فضه، في حاجه كده في التاريخ فيزياء يعني، في حاجه كده تعب الموضوع ان في ولعان في الاستوديو. وبعدين يعني انت عايز تقسط لكهرباء مثلا، مستشار مرتضى منصور يقسط لكهرباء ليه؟ هو ابن خالتك؟ يعني يقسط الكهرباء ليه؟ مصلحه الزمالك هياخد 80 مليون جنيه عشان يلعب في الاهلي؟ يعني انا بقسط في واحد خني وهرب مني وراح يلعب في النادي المنافس واتعمل له كوبري وافلام، فقسط له عشان يلعب عندك؟ طب ما انت لو انت بتحبه ما تقسط له انت. هو مين اللي طلب يقسط؟ انا مش فاهم، هو مين طلب يقسط؟ وانا مش هقسط له، ما تقسط له انت. هو حد طلب منك تقسط؟ ما تقسطش، ما تقسط. اداره الاهلي بعتت خطاب رسمي بكده، اصل احنا بتوع بيانات، بتوع خطابات رسميه مثبته، مش كلام ومداخلات كده. رئيس نادي تليف كده في اي مداخله يا عيني جايبينه في اي قناه كده يهب يتكلم فيها. ده خطيب، ده حاجه فظيعه اعوذ بالله. لكن طبعا احنا مش زي رئيس نادي الزمالك الدكر اللي بياخد حقه وبتاع والكلام ده كله. آه، طبعا ده حاجه يعني محترمه، رئيس نادي الزمالك ما حدش يعني، سياده المستشار حاجه. احنا بقى بتوع بيانات رسميه عشان علينا ايه ولينا ايه حاجه تبقى مثبته، مش كلام كده في المرسل وممكن بعد كده يتحذف من اليوتيوب، يتحذف من اي حاجه. المكالمه اتقفلت والبرنامج خلص وانتهت، واللي يسجل يسجل واللي ياخد باله من الكلام ياخد. حتى انتوا بتحذفوا المداخلات بتاعت سياده المستشار وتصريحاته العظيمه بالقناه. ما ينفعش كده، ده يعني تصريحاته دي بتاكل ناس عيش، يعني مش عايز اتكلم. انا نفسي اعرف مين اللي طلب ان هو مين؟ ما حدش طلب. حضرتك بتخترع سيناريو وبتتكلم عليه، ما قسطش. ما حدش طلب منك انك تقسط. خليك نشوف بس احنا الامور هترسى على ايه والمبلغ يدفع امتى والامور وضعها ايه، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله نبقى نديكم الفلوس. احنا 5 فروع ومعانا فلوس الحمد لله رب العالمين، بس ما بنحبش احنا ندي كده فلوسنا لاي حد. غريب قوي، اديه 80 مليون وقسط له على 3 4 سنين، ولا انت هترميه بعد سنه؟ ولا انت كان اللقطه اهم حاجه عندك؟ انت اهم حاجه عندك اللاعب ولا اللقطه؟ لو اللقطه يبقى عندك حق، العب النهارده لعب خلاص. لو ما توقفش شهر 9، شهر 9 اللي جاي هيبقى عدى 3 سنين، فاضل له سنه نمشيه والف سلامه، ما يفرقش معانا، احنا خلاص انتصرنا كده. تاني برضو يا كابتن، تاني ما قلت لك احنا في قضاء وفي حاجه ومش هنبيع الولد، قال مش عارف ايه وانت ما تدفع، انت هتموت وتاخد الفلوس، مش هنديها لك دلوقتي، نديها لك بمزاجنا، نشوف المكان اللي نديهولك فيه، لان مش اي حته تاخد فيها. يعني نشوف البنك، يعني عايزين صراحه صراحه، احنا نشوف بنك ممدوح عباس يكون حاجز عليه او ندفعه في الاتحاد الدولي عشان الناس تاخد حقها. احنا بنحاول ندور ازاي نديكوا الفلوس بالطريقه اللي تناسبكم عشان ابقى متكيف. بعدين ايه لقطه؟ وشفت بقى الحته بتاعت لو لقطه يبقى معاك حق. مهندس لقطات، مهندس لقطات، احنا بتوع اللقطه، احنا برضو بتوع اللقطه يا ولا. لا قال لك لو لقطه يبقى معاك حق كده تمام، انت كده عملت اللي انت عايزه. مدرسه لو لقطه بالظبط كده انتوا تمام. انت مهندس لقطات وشايف انها لو لقطه تبقى حلوه، بس احنا مش بتوع لقطات، وهنقف مع اللعب ان شاء الله بالطريقه القانونيه. والاهلي ياما جرى في المحاكم ورا لعيبه كانت بتبيعه وبتخلع وبتحاول تروح شمال ويمين، وبنعرف ناخد حقوقنا كويس وعارفين العقوبات كويس وماشيين مع كهربا بنفس الطريقه، لان احنا مساندينه، لان هو اختار النادي الاهلي. مش كده ولا ايه؟ انتصار المبادئ والقيم والمثل. وزي ما قلت لكم يا جماعه، زي ما قلت لكم، الحمد لله ان انا زملكاوي. بجد والله مقتنع. الحمد لله، ربنا يدوم عليك الايمان. زي ما قلت لكم، الحمد لله ان انا زملكاوي، والله ما بهزر. صادق يا كابتن خالد، ليه بتحلف؟ يعني ما انت شفتني وانا بضحك؟ شفتني يعني ما حد غريب قوي واحد يقول لك انا مفتخر ان انا كذا، والله ما بهزر. عمركم شفت حد تبع النادي الاهلي او جماهيره او المسؤولين بيقول دايما افتخر الواحد الحمد لله يا عم ان الواحد اهلاوي؟ عشان حاجات كتير قوي، ان مثلا رئيس النادي بيبقى دايما ما بتشوفوش بيطلع
بشكل محترم، بشكل لائق، بشكل كده زي بقيه الانديه المصريه بالظبط يعني. قليل الكلام، عنده ادب، عنده احترام. عندنا منظومه اداريه شغاله مش عشوائيه، عندنا مبادئ وقيم هو بيرمى عليها، لسه هنتكلم عليها تاني. فبنقول الحمد لله الواحد اهلاوي يا عم، بدل النادي من الانديه اللي بتقعد يعني رؤسائها او المسؤولين عنيها بيقعدوا يخبطوا كده ويعملوا حاجه فبتبقى محرجه، وبنشوف الكلام ده مع اخواتنا الزملكاويه. فبقول الحمد لله الواحد اهلاوي وبيسكت. فهو تقريبا شاف ان انا بهزر، يا اما في الايربيس حد كان بيضحك تقريبا، او تقريبا كلها ميته ضحك بره، فقال لهم والله ما بهزر يا جماعه انا بتكلم جد. كمل. انا بقى شخص بغلط، مش ملاك، انا مش ملاك، انا مش ما عنديش غلطه. مش تغلط؟ ما ده اسلوب حياه عند كل البني ادمين، مش قصه طبيعيه. ملاك؟ هو مين حطك مع الملاك؟ ولا مين حط حد مع الملاك؟ الملائكه دي حاجه تانية، احنا بشر. لكن انت بتغلط ده يعني شيء طبيعي، اي بشر ان هو يغلط طبيعي، بس يعني مع حضرتك الغلط زياده شويه ممكن، مش عارف. مش ملاك، انا مش ملاك، انا مش ما عنديش غلطه. مستشار مرتضى منصور شخص بني ادم عادي. انت بتتكلم جد؟ والله العظيم بني ادم عادي؟ انا كنا فاكرين حاجه تانية والله. بجد والله شخص زينا كده بني ادم عادي؟ طب ما عادي، ما احنا فاهمين ايه الدباجه. سياده المستشار بني ادم عادي، طب وبعدين ماله؟ بيغلط. طول عمره انت جبت ايه جديد يعني؟ بس الاعتراف بالحق فضيله. بيغلط ويقول حاجات صح ويقول حاجات غلط وقراراته سليمه وقراراته خاطئه. بني ادم عادي في اي مجال عمل عام. انت بتكمل وصف البني ادم. معلش انا فكرت يعني دي لحظه صراحه ولا حاجه. ما كل بني ادم بيغلط وكده، خصوصا اللي في المجال العام، خصوصا يعني بالظبط تمسك في المجال العام بتسب للعالم كله، بتمسك كل واحد تمسكه وتقول له الدور السادس والدور السابع والشقه كل الناس بتعمل نفس ايوه صح. لكن انت مش ملاك. ما تجيش تقول لي عصام الحضري هارب. والله ما يرجع ابدا. عصام الحضري ده وحش افريقيا يا جدع، يا جدع ده وحش افريقيا، ده احسن حارس في افريقيا. والله لو بقى مين القيم والمبادئ ما ترجعوش، ده هرب من النادي الاهلي. هرب من النادي الاهلي. طب كهربا هرب من الزمالك. وانا مالي ما يهرب؟ انا مالي؟ واحنا هنقعد نجري بقى ورا اللعيبه اللي بتهرب منكم؟ احنا كده لو قعدنا نجري ورا كل لاعب بيهرب منكم مش هيبقى في لعيبه في العالم كلها الا في الاهلي. ما ينفعش، احنا مالناش دعوه، دي حاجه بينكم وبين بعض. ما شوفوا الموضوع ايه. لا لا، وانا اللي بيهرب من عندي غير اللي بيهرب من عندك. القيم بتاعت الهروب من الاهلي غير قيم الهروب من الزمالك. قيم الهروب من الزمالك تبقى مبادئ عندي، وقيم الهروب مني تبقى مفيش قيم ولا مبادئ طالما هربت من عندي خالص. هو ده بس اللي انا عايز اعرفه وعايز افهمه. القيم بتتقسم ازاي، المبادئ بتتقسم ازاي، الهربان بيتحسب هربان ازاي. وانت مره واثنين وثلاثه، لو انت فعلا بتحب كهربا، لو انت فعلا شايف كهربا لعيب كبير، لو انت فعلا شايف كهربا صفقه مهمه، لو انت فعلا شايف كهربا لعيب مهم للاهلي، بدل ما تروح تجيب لعيبه بالملايين ولعيبه ناشئين بالملايين دولارات، كنت دفعت الكهربا وقسطت له على كذا سنه، بدل ما تطالب مرتضى منصور ان هو اللي يقسط له عشان يلعب لك. وده الغريب والعجيب اللي بيحصل في الكره المصريه. هو مش اي حد يهرب من اي نادي يبقى بالضروره ان العالم كله او الانديه كلها تجرمه. انت بتفهم منين؟ انت سالت عايز تفهم او عايز تعرف. بص يا كابتن خالد، احنا كجماهير النادي الاهلي او النادي الاهلي اللي بيختارنا بنشيله جوه حبايب عينينا وبنعامله تمام وكل حاجه كويسه. اما بيهرب من عندنا بنقول مش هنرجعه عندنا احنا تاني، عندنا احنا تاني. خلاص مالناش دعوه، مش بنجبر اي نادي او اي مكان يرجعه، احنا بنتكلم على نفسنا، على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بتاخد موقف ضد اي لاعب، حضري، عبد الله السعيد، رمضان، اي حد، بنقول ده مش هيرجع تاني. هو مش اختار، ما بنقعدش نجري ورا منه ولا نعيط زي ما حصل من لعيبه هربت من عندكم ومضت حتى عندنا وبقوا اساطير وجريتوا وراها وعايزينهم وبتاع. احنا مش كده، وساعتها سلمناكوا عقوده يعني. الله يرحمه كان كويس يعني، كان حتى باصم بصبع رجله. سلمنا العقود والامور كانت بسيطه. هو انت ليه بتحسبها؟ لا عادي، انت مش عايز الاهلي خلاص اتكل على الله. بل كمان اديناكوا عقود ولا قلنا ده هرب ولا مضى من عندنا وبيهرب راح الزمالك. حكايه بسيطه وتمام. العب خلاص يا حبيبي، مش عايزنا نروح. مش بعد ما تلعب وتقعد وسنين في الاخر تخلع او تختار اي نادي تاني، وبرضه ده براحتك طول ما انت مش ناصب على النادي في فلوس. زي رمضان صبحي مثلا، ولا في اي فلوس ولا في اي كعبله ولا في اي حاجه، اتكل على الله خلاص مفيش مشكله. بس مش هتلعب تاني في النادي الاهلي يا حبيبي.
دي مبادئنا احنا، مالناش دعوه بيك بقى. انت ممكن تاخده، ممكن تاخد عبد الله السعيد، ممكن تاخد اي حد. رحت مشيت مع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد في بند في عقده مع اهل جده، هو عمل غلطه في العقد ده، انه ممنوع يلعب في مصر، لعب في مصر، او كان في شرط ان هو ما يلعبش في مصر، لعب في مصر، فاتهبب الدنيا، لينا حق عايزين ناخده بالقانون، ولا عايزين نوقفوه ولا ما نوقفوش ولا نرجعه. دي مبادئنا احنا، لكن مالناش دعوه باي حد يهرب من عندك او من اي نادي تاني. احنا مالنا؟ يهرب من عندك يروح نادي تاني، يهرب من عندك او من نادي تاني ويجي لنا احنا، ما دام لعيب كويس. ما هو حضرتك اللعيب لو احنا ما حميناهوش مين هيحميه؟ يعني انتوا عندكم برضو الدنيا بتبقى صعبه، يعني في لعيبه بتقف كده وبتترص وبيحصل كعبله سيادتك ولازم تعتذر وتكسر عينك. اما واحد يهرب من الجحيم ده لازم نقف معاه، ما ينفعش. ده يا كابتن خالد. بعدين انتوا بقى بالنسبه لكم انتوا بتعدوا اللعيب اللي يتف عليكم ولا يشتمكم وتمشي معاكم الامور وبتسيبوه في النادي نفسه، زي محمود علاء اما ضرع، وكهربا نفسه اللي تف وبعدها كمل عادي. يعني كهربا نفسه بس ما لناش فيه احنا، هو الراجل اعتذر وبقى كويس وبقى محترم. احنا بقى يفرق معانا معاملته معانا احنا نعرف نربيه. انت مش قادر عليه، دي حاجه ترجع لك، او انت بتفوت حاجه ترجع لك. اسطوره النادي رافع الجزمه في وشكوا يا جدع، انت بتتكلم في ايه؟ الزمالك يا جماعه مره واثنين وثلاثه، وانا بقولها لكم مره واثنين وثلاثه، بيحارب دايما وبيكسب بطولات بالعافيه، بالعافيه. بالتحكيم ما تصيعش بالعافيه ايه؟ احنا هنهزر؟ ما السنتين اللي فاتوا كشف كل حاجه وبيحارب. على الله، على الله حكايتك. انا بصراحه ولا لكم منتهى الصراحه، انا بشتغل في قناه الزمالك حبا في نادي الزمالك واحتراما لمجلس الاداره ورئيسه المستشار مرتضى منصور. انا عادي بقى له شهرين منتهي وانا مكمل لغايه نهايه الشهر دوت، الله اعلم انا ممكن اكمل او امشي. لكن اعوذ بالله يا اخي، اعوذ بالله. تمشي ايه بس؟ ده انت الضحكه اللي يعني مصر كلها بتضحك على بتضحك يعني، مع فاهم؟ بس يعني ما تمشي ايه؟ اعوذ بالله. لا ان شاء الله تكمل يعني عشان القناه محتاجاك. بصراحه الواحد زهق من الاعلام ومن الطريقه من الاسلوب. قسما بالله احنا اللي زهقنا يا اخي، قسما بالله والله العظيم بامانه معاك يا كابتن خالد، والله بجد بامانه يعني احنا جبنا اخرنا. ومن كم الشتائم الواحد بيتعرض لها عشان بيقول الحق وبيتكلم بما يرضي الله. حق؟ بتقول الحق برضه؟ ونعم بالله، ربنا يقوي ايمانك. لو المبادئ والقيم دي احسن ابعد عن الاعلام وابعد عن قناه الزمالك وابعد خالص، لان بجد الواحد قرف من هذا الاسلوب الغريب والعجيب في قنوات عامه. قسما بالله احنا اللي قرفنا يا اخي، قسما بالله والله العظيم معاك حق، والله انا معاك ومتفق معاك جدا. بس هو انت تقصد قنوات عامه؟ انت بترد على اي قناه بتتكلم؟ قرف من هذا الاسلوب الغريب والعجيب في قنوات عامه، وتيجوا انتوا تلومونا واحنا في قناه فئويه، وغيرنا بيعمل بلاوي في قناه النادي الاهلي ومحدش بيكلمه ولا حد بيفتح بقه معاهم. لكن الواحد بجد زهق. لو الاعلام بالمنظر ده، الاعلام الرياضي بالمنظر ده، طرف واحد ندوس على نادي واحد نخلص على نادي واحد، يبقى بلاها. عبد الواحد السيد كان طلع في برنامج قبل كده واتكلم عن ان في حقبه فتره يعني كده في الزمالك كان بيدعي المظلوميه وهو ما كانش مظلوم ولا حاجه. يا ريت تبقى تفتكروا. بعدين بلاوي ايه اللي بتحصل في قناه الاهلي؟ بلاوي ايه؟ هو حضرتك انا بتفرج على قناه الاهلي برامجها المحترمه، ملك وكتابه او الاهلي خط احمر او برنامج كابتن اسامه الشاطر، اما بيتكلم او بينقد حد او بيقول مثلا الاعلام الفلاني اذا كان اعلام بقى محايد او من قناتكم المحترمه، بيجيب فيديو بنسمع حضرتك قلت ايه، بيبقى صوت بس كده عشان الحقوق وكده، بنسمع حضرتك قلت ايه او غيرك من المجموعه اللي موجوده في في القناه بنسمع قالوا ايه وهزوا يعني ايه اللي حصل بالظبط وبنرد عليه. حضرتك بتتكلم كده وخلاص، يعني هو كده وبيقولوا واللي بيحصل هناك كلام كده، مفيش حاجه كده تعرضها لنا مثلا، تقول لنا مثلا ايه اللي حصل، او نسمع مثلا بعض الاعلام